سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. عاود وليت لكم فيديو جديده وغوسيت جديده، واليوم حبيت نشارك معكم الكعك. كاس حليب دافي، كاس ما دافي، كاس زيت، 2 بياض بيض، 6 ملاعق كبار سكر عادي، ملعقه كبيره ونصف خميره الخبز والملح، مبشور البرتقال او الليمون، لافاني، ملعقه صغيره خميره نواره، فرينه حتى تتلم العجينه، زبده للتوريق. نروح مباشرة لطريقة التحضير. نبداو بالحليب، نزيدو عليه الماء، ونزيدو خميرة الخبز. كيما راكم تشوفو هنايا ما زدتش الملح. نزيد السكر، نخلطو المكونات مليح، ونخلو الخليط يخمر حتى ل10 دقائق، ونغطو عليه كيما راكم تشوفو. بعد ما خمر الخليط تاعنا لمدة 10 دقائق، لازم تتحصلوا على هذه الفقاعات. في هذه المرحلة نزيد الزيت، بياض 2 حبات بيض، ملح، مبشور البرتقال، لافاني، ونخلطو مليح. فرينة، انا هنايا راح نكيل لكم بالكاس ونقول لكم شحال احتجت. كيما على بالكم الفرينة كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. هنايا راح نحطو الكاس الاول نواره، ولازم الفرينة تتغربل. هنايا نزيدو الكاس الثاني، الكاس الثالث، ونغربل الكاس الرابع، ونخلط باش نعرف شحال نزيد فرينة. الكاس الخامس، واكيد ولازم نغربل. نزيد نخلط ونشوف شحال نحتاج. هنايا رايحة نزيد الكاس السادس. وهنايا كيما راكم تشوفوا نستعمل يدي لازم باش نلم العجينة ونعرف شحال نزيد شحال نحتاج. وهنايا كيما راكم تشوفوا زدت 4 كاس فرينة. هنا كيما راكم تشوفوا راني نلم في العجينة، وندلكها هنايا دقيقة ولا دقيقتين، ونخليها تخمر لمدة ساعة ونغطي عليها. بعد ما خمرت ساعة، هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. هنا راني نكسر في التخمير تاعها. نقسم العجينة تاعي الكوريات، كل وحدة فيها 100 غرام. كل عجينة تاع 100 غرام كيما راكم تشوفون ندلكها غير شوية ونتحفها باش تخرج لي الحبة متحوفة. العجينة قطعت لي 17 حبة. نغطي عليهم ونخليهم يخمروا 10 دقائق. بعد ما خمروا ريحوا 10 دقائق، شوفوا العجينة تاعي شحال تكون سهلة في الخدمة. كل خبيزة درتها ندير عليها الزيت كيما راكم تشوفوا، ونفتحها مليح بيديا. وهنايا نجيبو الزبدة اللي قلت لكم نحتاجوها للتوريق كيما راكم تشوفوا. نحطو شوية شوية ونمشوها على سطح الخبيزة اللي درناها، وكيما راكم تشوفوا كيفاش روليتها ونديرها حربوش. هنا شوفوا كيفاش راني نرولي في الحربوش تاعي. راني نرولي كيجو بطريقة معاكسة. بعد ما شكلتهم حربوش نخليهم يريحوا شوية. بعد ما يريحوا حوالي 10 دقائق ربع ساعة، شوفوا كيفاش راني ندير في الطريقة. هنايا الحربوش تاعي روليتو عكس الاتجاه. شوفوا كيفاش الطريقة مليح، راني وضحتها في لا فيديو. بعد ما شكلت الكعك تاعي نروحو ندهنوه. واش نحتاجو صفار البيض، لافاني، حليب. وانا هنا استعملت قهوة كحلة، واذا عندك نسكافي استعملي نسكافي معليش. هنا راني ندهن في الكعك باش كي نديرلو الجلجلان من الفوق يلصق فيه كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. الفرن تاعي نكون هنايا شعلته مسبقا. ندخل فيه الكعك تاعي. هنا راني نصور لكم من داخل الفرن. هنايا بعد ما شعلتلو من الفوق بدا ياخذ اللون الذهبي. وهنايا كنت خرجت الكعك تاعي. شوفوا ما شاء الله اللون اللي راهو يبان. مام جا خفيف وطري وبنين بزاف ومورق ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوني رايكم في التعليقات. وانا هنايا ما بقى لي غير نقولكم
إلى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو إن شاء الله وحدة أخرى. إلى اللقاء.